ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد هوريكم طريقه عمل خد الجميل. المقادير. اول حاجه معايا كوبايه سكر بودره. عملتها في الخلاط وبقت بودره كده. معايا كمان 2 بيضه، بياض بيضه. معايا معلقتين خل كبار. معايا ذره ملح صغيره. كيسين فانيليا، لازم تكون بودره كده، ما ينفعش الفانيليا السايله. اول حاجه انا هوريكم ازاي بفصل البياض عن الصفار. بعمل فتحه كده في البيضه وباجي هنا كده واصفي ده اهو كده. دي اسهل طريقه ان انت تفصلي بيها الصفار عن البياض كده اهو. بتفتحي فتحه كده في البيضه وتقلبيها كده فكل البياض بينزل كده. بعد كده هاخد بقى بياض البيضه دوت اللي هو بالطين، هحطه هنا كده. هنا حطيت البياض في الطبق، وهجيب معايا مضرب. لو ما عندكيش مضرب ممكن تستعملي الخلاط. دلوقتي خلاص البياض اهوت اتضرب وبقى عامل رغوه كده بالشكل دوت. هبدا اضيف له الفانيليا، الفانيليا والملح. كيسين فانيليا صغيرين ومع وذره ملح صغيره قوي كده. وبعد كده هبدا اضيف السكر البودره، بس هضيفه معلقه معلقه واضربها مضرب كده. ولازم السكر يتضرب معلقه معلقه لحد ما اخلص المقدار كله. كده خلاص البيض والسكر ضربتهم كويس جدا، وصل المرحله دي كده بقى زي الكريمه او كريم شانتيه. هبدا اضيف كمان في المرحله ديت بقى معلقتين الخل دول، وهضربه تاني كده ان هو بيطلع معايا كده كده عامل زي المنقار كده. يبقى كده خلاص هو كده بقى الطريقه بتاعته سليمه، وهو كده خلاص اكتمل الضرب بتاعه. هبدا احطه في كيس عشان اشكله ويكون فيه قمع. هبدأ دلوقتي، انا جبت قرطاس وحطيت فيه الخليط دوت، وهبدأ هنا وجايبه صينيه وحطيت عليها ورقه زبده. لو ما عندكيش ورقه الزبده ممكن تجيبي ورقه كراسه كبيره وتحطي عليها. هبدأ كده هشكله كده بالشكل ده. لازم اسيب مساحات كده بين الصباع والصباع كده. خلاص انا شكلت الصينيه اهي بالشكل دوت، وبكون مشغله الفرن على اقل درجه اللي هي 125. لازم تبقى نار هاديه قوي عشان هو لازم يستوي على نار هاديه. وهبدا احطه في الفرن دلوقتي، وبعد 5 دقايق هبص عليه هشوفه. لو كان استوى هطلعه، لو كان لسه هخليه لسه في الفرن. ولازم يبقى على الرف الوسطاني من البوتاجاز. نحطه كده بالشكل ده في الفرن، وهجيب الصينيه التانية واعمل معايا صينيتين كده. خلاص خد الجميل استوى معايا اهو بالشكل دوت، بقى متماسك. اول ما اجي اشيله من على ورق الزبده كده والاقيه بيطلع معايا كده بسرعه كده، اعرف ان هو خلاص استوى. الشكل النهائي لخد الجميل او صوابع الموز، وبالهنا والشفا، واتمنى ان يعجبكم.